ازيكم؟ عمري ما كنت اتخيل ان انا في يوم من الايام اقول الجمله اللي انا بقولها دلوقتي دي، اني احن حد قابلته في حياتي لغايه اللحظه اللي بكلمكم فيها دي هي اشر بنت في المدرسه اللي كانت مربياني الرعب والخوف ومربياني شخصيا. تحس ان البنت دي كانت بتنتقم من العالم اللي كان جزء صغير منه هو المدرسه. كانت مربيانا الرعب كلنا كبار وصغيرين. كان ساعتها لسه ما طلعش اغاني المهرجانات، بس كان في اغنيه انا فاكراها كويس قوي كانت بتقول هنروح المولد. كانت الاغنيه دي هي كاتبه كلماتها على الحيطان كلها وكانت مبرمجانا كلنا. لما تبقى متضايقه من حد وعايزه تكسره تقول له ها قول. كنت انا اول واحده بقول هنروح المولد. ما كانش عندها خوف ولا رهبة حتى من المدرسين، لدرجة انها مرة كانت حاطة زبدة كاكاو والمدرسة بتشخط فيها لانها كان لونها احمر قوي. قالت لها روحي امسحيها. اول ما المدرسة اديتها ظهرها راحت عاملة ايديها كده ومسحة زبدة الكاكاو في بلوزة المدرسة اللي ساعتها كانت فاتحة. مرة كنا في معمل الكيمياء والفيزياء وهي كان عندها هستيريا ضحك لدرجة ان انا ضحكت على ضحكة. فالمدرس خدني انا وهي وبنت كمان لاننا كنا بنضحك على ضحكة وطردنا بره المعمل ووقفنا جنب الباب. جنب الباب ده كان فيه طفاية حريق. بصيت لي كده وقالت لي انا متغاظه منه وهخش احط الطفايه في بقه. قمت انا شغلت مخي وانا ما بحبش اشغله اصلا وقلت لها ما تقدريش وريني كده. قامت راحت فاتحه حته من باب المعمل وراحت مدخله الخرطوم وراحت فاتحه الطفايه. بصيت لقيت العيال اللي معايا في الفصل كلهم خارجين يجروا وهم جسمهم ووشهم مليان بودر. ولقيت المدرس بقى شبه باودر مان. جه المدير وخدنا احنا التلاتة اللي كنا واقفين على باب المعمل عنده في المكتب وقال مين اللي عمل كده. ردت هي بكل ثبات وقالت سامح. مش صح يا فلانة؟ اللي جنبها قامت فلانة قالت اه سامح وشفتها بعينيا. والله من الرعب منها اترفدت مكانها وقلت ايوه انا اللي عملت كده. في يوم من الايام نازله من بيتنا ولقيتها واقفه مع عمي بتسلم عليه. قلت يا نهار ابيض دي مربيه معقوله كمان للرعب لعمي. فعمي قال لي تعالي تعالي انت عارفه مين دي؟ قلت له اه دي معايا في المدرسه. قال لي ده اخوها انتيمي. قلت له طيب. يوم من الايام عمي قال لي تعالي اخو صاحبي قوي مات واخو صاحبتك كمان يلا نروح نعزي. رحت عشان اعزي لقيتها بتخدم ما بتتحركش واختها معاقه ذهنيا وكانت بتخدمهم بكل حب وقاعده. اكتر واحده كانت بتعيط على اخوها واكتر كلام حلو سمعته في الدنيا سمعته عليها من الناس من كتر ما هم بيقولوا ان هي بتخدم مامتها واختها بلا كلل ولا ملل. لما قربت منها وابتديت اتكلم معاها واتعامل معاها على اساس من غير خوف وعلى اساس انها شخص حنين جدا اتاكدت انها حنينه جدا وانها بتعمل كده ومصدره الوش ده عشان ما تبينش الضعف اللي جواها والمسؤوليه الكبيره اللي مخليه ظهرها محمي. دي كانت صدمة إنسانية أنا مريت بيها اللي علمتني محكمش على الإنسان من بره وإني لازم أتعامل معاه وأعرف إيه اللي موصل تصرفاته للطريقة دي. أكيد مواقف هو مر بيها.